بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني متابعاتي حبايب قلبي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منكم. تدرون حبايب قلبي الأجواء صار كم يوم حيل باردة وثلج بسليمانية، وإحنا بكركوك الهواء مال السليمانية علينا. هسه لو شايفين الثلج ما ننقهر إلا بس الهواء علينا، يعني غير الهواء يقص العظم قص قلات حبايبنا قبل. المهم اجوا أصدقاء ابني بالليل، 3 ويلات جو شباب وقعدوا، فأنا ايش سويت؟ قلت خلي أسوي لهم، علاش أسوي لهم شاي وقهوة ومدري شنو، لا خلي أغير هالمرة، خلي أسوي لهم فراولة، يعني كاستر مال فراولة بس بسكاين، يعني يشربونه هو دافي ويدفي بطونهم. شوفون يعني هاي فكرة هيك جتني والله. خليت طبعا المي شفتوا، يعني المي مو يعني ايش قد ما اخليه، بس كوب 1 شكر وكوب ونص حليب، والله حتى ما ادري ايش قد خليت شو اسمه كاستر فراولة. شوفوا هنا عاد شفته شوي صاير خفيف، يعني فرد مرة قلت لا لازم شوي يصير ثخين حتى يصير طيب وطعم. جيت زودت عليهن، وهذه ربع قالب مال زبد لور باك كلش طيب، مو الأحمر، أكو خطوط حمر وأكو خطوط زرق. الزبد لور باك الخط الأزرق كلش طيب، يعني طعم همينه. فعاد خليت ربع قالب على مود ينطي لمعة، مو لا أكثر ولا أقل. وأني همينة أبقى أخلط بيها حتى ما تصير بيها يعني تكتلات ولا تلزق بجدرية. تعرفون الكاستر يعني إذا ما ظلين تحركين بجدرية يبقى الكاستر على شكل كتل، يصير تكتل. فشوفن حبيبات قلبي، هسه من أكمل عادينا شو راح أسوي. عندي قوري زجاجي كهربائي، أشيل هذا جدريها وأفرغها بالقوري الزجاجي. وبديت أصب بهالسكاين اللي شوفتكم إياهن من رحت للمول بكركوك، مول حج زياد يمكن اسمه. فرحنا من هناك جبت هاي السكاين، قلت لكم ب13,000. هذين السكاين مال هيك شغلات، مو مال شاي، لأن كبار ويعني وكلش طيب. يعني أنا حتى من وديت لهم هم مع هذا شو اسمه الكعك أو مدري ايش يسمونه هذا. المهم هذا الكيك أو الكعك خليته لهم بهذا الماعون ووديتهن لهم. تعجبوا وقالوا شنو هذا؟ قلت لهم هذا كاستر موديل جديد تدفون بطونكم بهالبرد. كانت هم الكهرباء طافية وقاعدين يم الصوبة، بعدين عجت الكهرباء وأنا بديت أسوي الكاستر لأن كانت مقطوعة، هم قاعدين أنا كل شيء ما سويت لهم. من جت الكهرباء ركض رحت سويت الكاستر ووديته لهم. وهذا عاد الأحفادي صبيت لهم بهاي الكوابة، هم 4 عماني وإخوانها 3، وسويت لهم هذول على الأحفادي. والله العظيم كان رجق طيب. تمنيتكم ويانا والله وسهمكم ألف عافية. هنا عندنا شو اسمه الطرشي. أم أماني جاي تغسل الطرشي. شوفوا حبيبات قلبي، تغسلهن كلهن وحدة مالات الطرشي، يعني اللي راح نسويهن طرشي أحمر، الجزر والشوندر وشنو هاي. تشوفي هاي مغسولة نظيف، بس خلي أقشرها أني الأم أماني.
والشلغم، وبعد والجزر واللهانة والقرنابيط. جبت وكل الكيلو على 500. فجبت مشكل، جبت لي علاقة كبيرة مشكل، والله ما أدري يمكن 5 كيلوات 6 ما أعرف والله. فأنا عادي أنا جبتهن ورا ما غسلتهن أم أماني. جينا نتعلل، كان دنيا ليل وكهرباء جت يعني 24 ساعة طافية كهرباتنا، بس بالليل لا شوية تطول الحمد لله. فقعدنا نحكي ونسولف وسوالف دنيا، وبعدين ما حسينا بالوقت إلا صارت 1:30 وأحفادي يلعبون بصفنا ولا حسينا بالوقت. أني قشر لها هذا شو اسمه الشوندر. شوفن حبيباتي إيديني شلون راح تتبدع بيصير حمر. وين ما أشوف حفرة هم أني أحفرها وأذبها حتى ما يبقى كل شيء يعني من مثلا إذا عصافير ماكلاتها أو غير شي ماكلها، ما أعرف شنو الماكلها، أحفر وأذب. بس كلهن نظيفات والله. أم أماني كلهن غسلتهن حبيباتي. هنا عاد أمي جاي أكمل أني وأم أماني. قلت لها الشوندر خففيه لأن الشوندر ما يستوي، بس ثخني شو اسمه الشلغم يستوي بسرعة. فقلت لها الشوندر شوي خففيه بلش يستوي. وشوفوا خففته عاد، ولا هي على أساس كبار الذبهن. قلت لها لا خففيه وذبيهن. وهذا وش اسمه هذا الشلغم يستوي بسرعة، بس عندك الجزر ما يستوي بسرعة. هو والشوندر، جزر والشوندر ما يستوون بسرعة. شوفوا حبيبات قلب الغاليات، أنا هم كل شوية أجي أخلطهن هيجي حتى يعني يسمونه الشوندر يذبح يعني اللون مالته عليهن كلهن. هنا عندها أم أماني بدأت تسوي القرنابيط هم يستوي بسرعة مو مثل الجزر والشوندر. شوفن حبيبات قلب الغاليات، متابعيني متابعاتي، ألف هلا بالمشتركين والمشتركات الجدد. نورتوا قناتي وهي منورة بالعتيجات والاسطانيات حبيبات قلب الغاليات. شوفوا الصابع شلون صار. شوفوا هذا الحلقة مالتي، طبعا هاي الحلقة 0 مو ذهب، ما عندي ذهباني لا والله. المهم هذا ملح خشن، كل ما يصير شوية يعني أذب عليه شوية ملح خشن، ما أحط كثير يعني شوية أخليه لين كل شوية أخلي رشة ملح خشن، لأن الملح الخشن للترشي زين. وهيك أخلط حتى الملح يتشرب بكلهن. هسه عاد همين أشوف كل ما تخلي وجبة. طبعا أنا كثير قصيت من الفيديو حبيباتي، متابعيني متابعاتي. عندي أني الأنستا مالتي، أي وحدة تريد تراسلني الأنستا مالتي أنا مخليتها بصندوق الوصف. دائما تسألوني يعني وين الأنستا مالتي، على شنو احنا نريد نحكي وياك حبيباتي. والله الأنستا مالتي بصندوق الوصف، بكلهن الفيديوهات مالاتي شوفوهن، كلهن مخليتهن أنا بصندوق الوصف حبيبات قلب الغاليات. طبعا وش اسمه أني صار عندي شغلة همينة. قلت لأم أماني هذا شو اسمها ما تكفي، هذه السطلة ما تكفيهن زين. بهالحالة أنا شو أسوي؟ قالت باكر الصبح جيبي لنا من مال الحجي لقمان اللي في بيتنا، قالت جيبي لنا شوية أكبر ونفرغها. أنا صارت عندي شغلة وطلعت يعني خارج البيت يعني، رحت البيت ابن أخويا، صارت عندي شغلة هناك ورحت. وأم أماني خابرتني قالت لي هاني يعني هسه هذا شو اسمه الترشي لا يخرب. والله قلت لها روحي على هذا المال بصفنا وجيبي لك شو اسمه
وفرغيها وصوريها بموبايلك. وعاد هي ما مصورة، يعني من فرغتها هذه بالسطلة ما مصورة، بغير يعني بغير حافظة، ما مصورتها. شوفوا حبيباتي، ادج بيها وما تندج، يعني كثير مخلين بيها، وخليت مي بس أماني. ثاني يوم بدون تصوير سويتها. شوفوا حبيبات قلب الغاليات بدون تصوير. أنا عاد هنا خليت العيون عليها وقلت لها باكر أجيب. عاد إجا باكر وأنا ما كنت موجودة. هي أماني رايحة جايبة هذا، فمفرغتهن بسطلة وبهذا اثنيناتهن. شوفي هنا بعد 3 أيام هيجي جيت فتحتهن. تعال شوف مستويات مو مستويات. والله ما مستويات، لأن شوفوا كلها تبين بيضة، يعني ما مستوية، وميها قليل. أماني من فرغتهن بسطلتين ما حاطة مي. وأنا هم ما ظل أكشفهن، من ظل أكشفهن يسوين يعني يخربن. شوفوا ما مستوي، حتى الشلغم ما مستوي. فساعات أنا طبعا أني راح أخلي مي عليهن، بس ما أدري ليش يعني أنا ما صورت من خليت مي حبيباتي. خليت كل واحد دولكتين مي عليه، لأن أكثر شيء أنا حاطة الشوندر. وهنا عادينا ورا همين خليت ورا يومين. شوفوا هسه عينا راح أشوفكم إياها. هذا بعد يومين شلون استوى وصار كلش طيب. والله العظيم تمنيتكم أكلتوا من عنده والله وسهمكم ألف عافية. طبعا أنا ما ردت أسوي بالبداية، يعني شقد أماني تريدني أسوي شلغم، قلت لها أبد ما أسوي. سويت شو اسمه قصدي ترشي هالسحقات هذه. فقلت لها أنا من سويت ترشي العام أخويا توفى، من استوى الترشي أخويا توفى. وسويت بالصيف عادينا همينا سويت مالت خيار، هم هي رادت، وسويت مالت الخيار المخللة مالت الخيار ما ادري يسمونها. فهمينا من استوى الخيار اختي توفت، فخفت. قلت لها ترشي بعد ابد ما اسوي بالبيت، السوق مليان ونجيب من السوق. بس هسه قالت والله اني اريد بالبيت واني اسوي، انتي لا تمدين ايدك. حتى خافت خافين، فخليتها هي كلها هي ثرمتها بايدها، اني بس شويه ساعدتها بالتكشير بس. على كل الله يرحم أمواتنا وأمواتكم ويسكنهم فسيح جناته، ويعطيكم الصحة والعافية والعمر الطويل بجاه السميع العليم. حبيبات قلب الغاليات، إلى هنا وصلنا نهاية الفيديو. إن شاء الله أعجبكم هذا الفيديو. أشوفكم فيديو جديد آخر إن شاء الله، وأقول لكم مع ألف سلامة.